السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل مع بعض النهاردة المبكبكة بالجمبري الترند اللي نازلة. هنعملها بكل سهولة وهنشوف هي فعلا حلوة ولا لا وتستاهل الترند ولا لا. هنعملها ونقول رأينا فيها عاملة ازاي وهل هي تستحق التجربة ولا لا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بقى نشوف عملنا المكرونة المبكبكة دي ازاي. اول حاجة هجيب حلة على النار واحط فيها حوالي 4 معالق كبار كده من الزيت، واول ما يسخنوا معايا هبدأ انزل ببصلاية متوسطة متقطعة تقطيع صغير. هبدأ اشوح فيهم كده كويس قوي. انا مش هخلي البصل ياخد لون معايا خالص، انا هدبله بس. بعد كده هنزل بواحدة بس من الفلفل الرومي متقطعة مكعبات، هنزل بيها كده وهشوحها مع البصل. لو حابة تضيفي فلفل حامي عادي مفيش اي مشكلة. هبدأ اشوحهم كده مع بعض لحد ما يتبلوا شوية. بعد كده هنزل عليهم بحوالي 3 فصوص من الثوم المفروم ناعم، وهبدأ كده اشوحه مع البصل لحد بس ما اشم ريحة الثوم. انا مش عاوزاهم ياخدوا لون خالص، انا بدبل الخضار بس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنزل معايا بنص كيلو من الجمبري. الجمبري ده متقشر، لو حابه تعمليه بقشره مفيش اي مشكله، بس لازم تنضفيه كويس. تشيلي الكيس الرملي اللي بيكون في ظهر الجمبري، لازم ده يتشيل. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلته على النار وما قلبتهوش، هياخد بس صدمه وما بياخدش وقت في السوا خالص. اول ما يشم النار كده بيستوي على طول، زي ما انتوا شايفين بيتغير لونه في ثواني. هبدأ كده بس اديله الصدمة بتاعته على النار زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ بقى اقلبه كله على الوش التاني عشان ياخد التسوية بتاعته من الجنبين. بعد ما الجمبري كله اخد لون من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ بقى في المرحلة دي هخرجه على طبق زي ما انتوا شايفين بيكون معايا باللون الجميل ده. هخرجه كله كده عشان هو ما يتهريش معايا في التسوية، وبعد كده نكمل باقي الخطوات. هنزل بقى بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وهبدأ كده بقى ايه اقلبهم كويس اوي مع البصل عشان اطلع منهم المادة الحافظة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى معايا نص لتر من عصير الطماطم ده، طماطم مضروبة عادية خالص في الخلاط، مش مصفياها ولا حاجة. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل اللي معايا معلقة صغيرة من الملح، ومعايا نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من بهارات السمك، ومعايا معلقة صغيرة من الكركم، والكركم ده اساسي. هقلبهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وبعدين هغطي عليها تتسبك. اول ما تتسبك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدأ انزل بقى بلتر من المية، بس تكون مية سخنة مغلية زي ما انتوا شايفين كده. هغطي عليها بقى وهسيبها تغلي، واول بقى ما تبدأ تغلي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الله الله، هبدأ انزل بكيلو من المكرونة اللي هي المرمرية المقصوصة الصغيرة خالص. هديها تقليبة واحدة بس كده وهخليها تغلي معايا غلوة واحدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هخليها تاخد غلوة واحدة بس بالشكل ده، وبعد كده ههدي عليها النار خالص وهسيبها تستوي معايا لمدة 5 دقايق. انا عايزاها تستوي معايا نص تسوية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بعد ما عدى عليها 5 دقايق بقت نص تسوية. في المرحلة دي هنزل بقى بالجمبري اللي انا كنت خرجته قبل كده، هديله بقى تقليبة كده وهسويها تاني لمدة 5 دقايق يستووا الاتنين مع بعض بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا في المرحلة دي هي استوت خلاص، وطبعا عرفنا هي اسمها المبكبكة ليه، عشان بتبكبك زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكلها؟ يلا بقى نبدأ نغرفها مع بعض. الله الله على الجمال، بجد المكرونة طلعت حلوة قوي، طعمها حلو جدا، فعلا تستحق التجربة. المبكبكة بالجمبري طلعت حلوة جدا
بجد انصحكم تجربوها. ان شاء الله اوعدكم ان انتوا مش هتندموا. لا فعلا حلو قوي. طعم الجمبري مع المكرونة موديها في حتة تانية خالص. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.